بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مرة أخرى في البارت التاسع من دورة مستر كريزي لاحتراف اختراق الأجهزة. في البارت حنتعرف إن شاء الله على طريقة إعداد الويندوز إعداد كامل حتى نضمن وصول الضحية والتحكم الكامل بجهاز الضحية وضمان عدم فقدان الضحية في المستقبل. أول شي نتأكد من وجود برنامج البيفروست والسيرفر الخاص به على سطح المكتب زي ما هو مرفق معاكم في البارت التاسع. طيب، إعدادات الويندوز تختلف على حسب نوع النظام المستخدم عندك. بالنسبة لمستخدمي نظام ويندوز اكس بي، طريقة إعداد الويندوز كالتالي. عندنا خطوتين لازم نسويها قبل ما نبدأ مشوار الهاكينج. الخطوة الأولى من نبدأ لوحة التحكم. في البداية نغير طريقة العرض إلى كلاسيكية، بعدين نروح على اتصالات الشبكة وتختار الشبكة المستخدمة حاليا سواء كانت سلكية ولا سلكية وتضغط عليها بالزر الأيمن، بعدين نقول خصائص. بعدين من خيارات متقدمة نحط علامة صح على السماح لمستخدمي الشبكة. بعدين ندخل على إعدادات ونقول إضافة. في المرة الأولى نخلي مسمى الإضافة 1 على سبيل المثال، وفي المستطيل الثاني نكتب الهوست نيم اللي سجلناه إذا بتتذكروا في موقع INO-IB. بعدين في المستطيل الثالث والرابع نكتب البورت المستخدم أو المنفذ المستخدم في برنامج البيفورست اللي هو رقم 81. في المرة الأولى تأكد أن الخيار على TCP، بعدين نقول OK. بعدين من جديد نقول إضافة. في المرة الثانية نخلي مسمى الإضافة 2، نكتب الهوست نيم ونفس البورت 81، لكن في المرة الثانية تأكد أن الخيار على UDP، بعدين نضغط على OK ثم OK ثم OK. وبكذا نكون انتهينا من الخطوة الأولى في إعداد ويندوز XP. الخطوة الثانية من ابدأ لوحة التحكم، الجدار الناري، تأكد من إطفاء الجدار الناري. بعدين نروح على استثناءات ونقول إضافة برنامج، ونختار برنامج البيفروست اللي هو موجود عندي حاليا على سطح المكتب، ونقول فتح بعدين OK. بعدين نقول إضافة منفذ. في المرة الأولى نسمي منفذ الواحد وفي الرقم البورت 81، وتأكد أن الخيار في المرة الأولى على TCP، بعدين نقول OK. بعدين من جديد نقول إضافة منفذ. في المرة الثانية نسمي المنفذ 2 ورقم المنفذ 81، لكن تأكد أن الخيار في المرة الثانية على UDP، بعدين نضغط على OK ثم OK ثم نسكر لوحة التحكم. وبهالخطوات نكون خلينا الويندوز جاهز لاختراق أي جهاز بالعالم، ونكون ضمننا التحكم الكامل بأجهزة الضحايا. إلى هنا نكون انتهينا من البارت التاسع، وأشوفكم على خير في البارت العاشر، وتقبلوا تحياتي محبكم مستر كريزي.